عيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا إمام. طيب يا جماعة، النهاردة هنتكلم ان احنا هنمسك مثل معين وهنشوف المثل ده هل لسه ساري ولا راحت عليه. عشان بجد في امثال موديانا ورا الشمس. في امثال طلعت، والامثال دي بتبقى اللي هو حد قالها فابتدت اللي هو حد تاني يعيد نفس الكلام مش عارفه ايه، وابتدت تتنقل للاجيال كلها والناس خلاص عايشه عليها، واللي هو لا تمام، ما هو ده احنا ماشيين كده طول عمرنا. وده مثل يا جماعه، ده مثل حد قاله كده في لحظة عن تجربة شخصية، وده كان رأيه الشخصي. ممكن يبقى انت رأيك الشخصي مختلف تماما، بس لا، الأمثال بتتنقل خلاص ان هي حاجة مسلم بيها، وده الطبيعي، ودي حكمة معينة لازم كلنا نعيش بيها. ففي أمثال أكيد إن شاء الله هتكمل معانا وهنبقى اللي هو صح، مقتنعين جدا بالموضوع ده. وفي أمثال هنحتاج ان احنا ننهيها خالص بقى، ندوس عليها خالص بقى، لان هي مبوظلنا الدنيا. مثل النهارده هو اللي اختشوا ماتوا. انت ما تعرف، انت اول مره تسمعيه صح؟ لا ليه؟ مش الدرجه. انت ما تعرفيش حاجه عن الخش. يعني شفتوا الخلوق؟ انت شفتوا الخلوق؟ لسه عايشه منورانا، واستني بس انت دلوقتي. طيب، اللي اختشوا ماتوا مثل بنسمعه من قديم الازل، ودايما بيتقال، ولما الواحد بيتقال دايما بيحس ان لما الواحد المثل ده بيتقال قدامه او بيتوجه له هو المثل ده، بيحس ساعتها ان هو في نوع من انواع اللي هو حاسس هو انا كنت بجح قوي للدرجه دي ولا ايه، او انا كنت فاهم قصدي؟ مفهوم. لان هو جاي من حته كده. طبعا ناس كتير قوي عارفه القصه بتاعت المثل ده اللي بتقال عليه، بس انا دايما بشوف ان دي ممكن تكون اسطوره، بس ما هي تمام. بالظبط، ما هي القصص طالعه انت مش فاهم ده مين اللي قالها وحصلت بجد ولا لا. طب انا اتاكد ازاي؟ تلاقي ان انت لما تبحث عن الموضوع كلها اقاويل، كلها حد سمع من حد قال لحد مش عارفه ايه، كل الكلام ده. فبالتالي كلنا عارفين القصه المعينه اللي طلعت بعديها مثل اللي اختشوا ماتوا. بس هو فعلا يعني بحس اللي هو الزمن بيختلف عن الزمن. يعني اللي هو مثلا سيبك من القصة، حط القصة على جنب. مثلا انت ممكن تبقى بتتكلم مع حد من جيل معين بطريقة معينة، فانت بالنسبة له تبقى ايه ده، ايه البجاحة دي، ازاي الولاد بقوا بيتكلموا فاهم قصدي؟ بينما انت واضح وصريح وستريت تو ذا بوينت، اللي هو ما بتلفش وتدور حوالين الموضوع، انت بتقوله واضح وصريح. في ناس ما بترتاحش من الحتة دي. لا لمح لي، ما ينفعش ان انت تقولي في وشي حاجة زي دي، اللي هو لمح لي، حاول تلف حوالين الموضوع كده، خليك ذوق، خلي عندك ما اعرفش بقى، يعني اللي هو في اختلاف في الطرق وكل الكلام ده. ففكرة اللي اختشوا ماتوا اللي هو ممكن انت بالنسبة لك لا حاجة تبقى بالنسبة لك طبيعية بتقولها وبتتكلم وبتتعامل بيها، وحاجة نفس الحاجة بالنسبة لحد تاني لا، انا ما اقدرش اتعدى حدودي. ما احنا عشان كده النهارده بقى عايزين نعرف من حضراتكم من وجهة نظركم مين الشخص اللي في حياتك ممكن تحكي لنا على قصة تحس ان انت حتى لو الموضوع ده عدى في بالك ورحت قايل والله اللي اختشوا ماتوا. حد حصل يعني، حد بتتعامل معاه فانت شايف ان هو بيتعامل بنوع من انواع التبجح في شكل ما في التعامل يعني او ايا كان، فقررت ان انت الكلمة دي اول حاجة جت على بالك ان اللي اختشوا ماتوا. تمام، ده خلاص. انا طبعا بالنسبة لي عندي افضل مثلا هنا مثال حي، حدث ولا حرج. لا حدث ولا حرج، يعني اللي هو انا مش هرد لما بنشوف ان في حد ما حسش على دمه او ما اتكسفش فبيعمل حركة شايفين ان ده نوع من انواع التبجح، فبالتالي نبص له بصة كده حتى لو ما قلناهالوش، بس بتعدي على ذهننا دايما فكرة اختشوا ماتوا. يعني بالزبط. دايما فيها وعلى رأي المثل مش شرط تقولي ما بقاش دلوقتي الدنيا يعني بقت اسرع من احنا كده، فاهمه؟ على رأي المثل اللي اختشوا ماتوا. مواقف كتير وشخصيات كتير لما بتيجي تعرفها وتتكلم معاها وتتعامل معاها وكده بتحس اللي هو ده انتوا من كوكب تاني. انا لا يمكن يبقى عندي إن اكون جريء للمرحله دي ان انا اتكلم معاك في موضوع زي ده. يعني اللي هو مثلا اجي انت شخص خجول بطبعك، انت شخص بتاخد بالك قوي من اللي حواليك بيحسوا بايه، كل الكلام ده ما بتحبش تتقل على الناس، كل الكلام ده. يجي شخص تاني ما عندوش الحته دي خالص، هو شخصيته كده
فيجي يقول لك بقول لك ايه، ما تساعدني في الموضوع ده تاخد تخلص لي شويه الشغل دول عشان انا مش عارفه. انت هتبقى مرحب جدا بالموضوع وهتعمل له الحاجه دي. هيجي هو بعديها بفتره بقول لك ايه، خد بقى ده كمان، وهيبطل يشكرك. ليه؟ لانه هو خلاص ابتدى بقى ايه، يتعود بقى حاجه عاديه. الاولانيه كان اللي هو شكرا وبتاع وانت وقفت جنبي وانت الجدعان، بعد كده بقى ايه، امر مسلم بيه. صح. انا اتعودت وخلاص بقى، ما هو ده العادي، ما تعيش. فانت بالنسبه لك اللي هو لا، ده انت دي بجاحه. انا لو طالب منك خدمه، اولا هبقى مكسوف وانا جاي اطلب الخدمه دي. تاني حاجه لازم طبعا هقعد اشكرك عليها. تالت حاجه عمري ما هتأمر انا عايزها ازاي، انت زي ما هتعملها لي انا هاخدها. دي المساعده اللي طلعت منك نبعه ان خلاص ده طلع من ذوقك، يعني ان انت تعمل كده. انت بتعمل بقى عكس الكلام ده، فهي ده ينطبق عليه برضو اللي اختشوا ماتوا ولا ايه. احيانا لما بتبقى مسلف حد فلوس اتاخر عليك، بتيجي تطلبه منه بيبتدي يهاجمك ان انت ضاغط عليه. طب يا ابني، ما انا مديك الفلوس دي كنت انت ضاغط. انا بالظبط انا كنت مضغوط، بس مش لازم يعني اعمل ايه. شوف حد بقى ما يضغطش علينا احنا الاثنين. لا فعلا يعني حاجه من الحاجات الحلوه لما تبقى انت مسلفه لحد حاجه وهو يقول لك مثلا اسبوع وارجعها لك، تلاقي 3 ايام وراح مرجعها لك. حاجه حلوه ومحترمه وجميله، لان انت بتبقى مقدر الشخص اللي بيستلف منك فلوس ان هو اكيد في مرحله، حتى لو مش في مرحله كفايه يعني عليه ان هو واقف جنبك. يعني هو واقف جنبك في دي، فانت ان كان حبيبك عسل صح، ما تخلصوش كله صح. هو ما فاهم قصدي، ما تقضيش بقى على العسل ده ان انت تقعد تاكل منه عمال على بطال. فبيبقى في نوع من انواع التفاصيل كده، في نوع من انواع التفاصيل كده بيوصل لدرجه التبجح. فاحيانا بيتقال عليهم اللي اختشوا ماتوا. يعني هو وقف جنبك في وقت صعب. وعاجبني ان في ناس بقول لك ساعات يقول لك اسبوع وارجع لك الحاجه يا فانا، 3 ايام ويرجع. هو بيبقى رامي لك اسبوع عشان ده خاطر الماكسيمم بتاعه، يعني يدي لنفسه وقت ان هو في يعني ناس دايما تضرب الميعاد ده ان هو ده يعني من اسبوع يعني ما تكلمنيش قبل اسبوع. يعني يقول لك مثلا انا هديهم لك يعني انا هاخد منك مبلغ وهديهم لك الشهر اللي جاي، تمام. فالشهر اللي جاي ده معناه ان هو ده اخر يوم المفروض انت الديدلاين بتاعك. اسالني بعديه بيوم بقى، يعني نبدا. فاهم قصدي ايه؟ لا هو من هناك هو بيقول لك من هنا هبتدي اشوف هدبر المبلغ ازاي بقى من خلال هبتدي اشوف بقى ان يعني قدامي شهر وابتدي افكر في المشكله اللي انا حطيت نفسي فيها. اشوف بقى انا يعني اشوف ارجع لك الفلوس ولا مش هرجعها ولا ايه بالظبط. يعني لا يعني ناخد بالنا من الموضوع ده والله، عشان خلاص بيتعلم على الناس دي بقى. خلاص انت تجربتك معايا مش ألذ حاجه، مش هساعدك تاني. هي قصة وطلعنا منها بالدرس المستفاد ان اللي اختشوا ماتوا، بس لقينا ان الموضوع كان حرفيا هم اللي اختشوا فعلا ماتوا، بس احنا طلعنا منها بمثل ان هو ده بيحصل فعلا في الحياة. ان الناس اللي بقت بتختشي وعندها يعني حاطه حدود لنفسها، بتتكسف شويه ان هي تتكلم في كل حاجه، في حياء، في تربيه كده معينه، دول ما بقوش موجودين، بقوا قليلين جدا. واللي مش بيختشوا ايه اكتر بكتير فعلا. كنتم مع عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي.